تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، 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 يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي، قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب يا ولدي، يا ولدي. C'est la fin du premier couplet. Bon, Frédéric, on peut peut-être revenir à d'autres chansons tout à l'heure. Et puis, بفهم شوية، أتكلم شوية، بقرأ وبكتب. Et tu commençais à lire par exemple des œuvres arabes? حاولت أقرأ لتوفيق الحكيم يوميتني في الأرياف، لكن ما قدرتش. قرأت حوالي يعني ممكن 5 صفحات، وبعد كده يعني ما كنتش قادر أفهم كل حاجة، وكان لازم أشوف القاموس كل دقيقتين. ويعني كان صعب قوي، وعلشان كده يعني أحاول أقرأ الصحافة العربية. Et comment ça se passe avec la presse? يعني أسهل من القصص. القصص سهلة في العربية. في قصص سهلة، بس أكثرية القصص التي وجدتها في باريس يعني ما كانت سهلة أبدا بالنسبة إلي على كل حال. طيب شكرا فريدريك لاغرانج. فريدريك لاغرانج ظاهرة محببة، شوقه ومحبته لهذه اللغة وللموسيقى دفعته لأن يتعلمها. وقديما قال أحد الفلاسفة لا يمكن أن نكره قوما نتكلم لغتهم. إحدى الميزات التي تميز فريدريك هي أيضا محبته لمجموعة كبيرة من العرب المقيمين في باريس وصداقته لهم، ومن خلالهم ربما اندفع مع الموسيقى ومع اللغة لكي يتقنها. ربما بعد قليل سيأخذ وقته من أجل هذا الإتقان.